السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رشا للطبخ البسيط. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الوصفة ديالنا وصفة بسيطة غادي نديروها بالمكرونة او المكرونية. وصفة كتوجد في دقائق معدودة. كتنفع في الجوع ديال الليل لانها كتوجد بالزربة. غادي تبقاو معايا. فاول شيء قبل ما نوريكم المقادير الاخرى، فانا غادي نسلق المقرونيه في ماء مملح، طبعا يكون غليان، ومع معلقه ديال الزيت، ونديروها تسلق ونتلاقاو. المقادير ديالنا كاملين. فاحنا سلقنا المقرونيه ديالنا. عندي هنا فرماج حمر، عندي هنا كاس كبير ديال الحليب، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال الطحين والبزار والملح. هادو هما المقادير. فاول شيء غادي نضيف الزبده، ثم الدقيق، تقريبا قد الزبده قد الدقيق. ملي كيدوب معانا فانا كنبدا نضيف الحليب بالتدريج، واخا تكور لكم بحال هكا ما تخافوش وبقاو تحركوا. فغادي يسخن الحليب وغادي يذوب لينا الخليط. كيبقى هو فوق البوطه، انا ما كنبقاش من التحراك. ما كتلاحظوا فبدا كيتحيدوا لنا هذوك لي كريمو او لي الحبيبات، هو كيطيب وداكشي كيتحيد وكتولي عندنا كريمه زوينه. كنضيف الملح والبزار، كنطفي عليها باش ما تعقدش ليا. هانتوما كيف كتشوفوا كي كتجي. هاهي من بعد ما كنطفي عليها فكنضيف ليها بارميزون اولا مهم اي جبن عندكم، الشيدر او الموتزاريلا. ثم كنضيف
المعكرونه. غنشوف الا قداتني، الا ما قداتنيش غنقلب نحركها في الباسين. المهم غادي ندير القياس، ما نديرش هادشي كامل ديال المقارونيه. ها هي كتشوفوا الخيوطه ديال الفرماج كيف يجيو فيها. بغيتكم تشوفوا هذيك الخيوطه. ها هما كتجي رائعه والاطفال كياكلوها، وكاع الناس اللي ما تتعجبهمش المقارونيه بالمطيشه فيمكنهم ياكلوها بهذه الطريقه، فهي كتجي غزاله وزوينه. واسرع مقارونيه ممكن تصيبوها. هانتوما كي كتجي رائعه جدا جدا. الطبق ديالنا النهائي مهم كلكم تزينوه باي حاجه، انا نخليه بحال هكا كيف كتشوفوا، فكيجي رائع رائع جدا. جربوه ما غاديش تندموا، فيه واحد لذة خطيره، احسن مقارونيه ممكن تحضريها صراحه. البنات نتمنى تكون عجباتكم الوصفه، والباقي ما شاركش في القناه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا الجديد من الفيديوهات ديالنا. وبسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى وفي فيديو اخر احسن من هذا. الى اللقاء.